معلومات مش صحيحه، وبعض المواقع اللي تيجي تقول لك اثبات كولاسه الاتحاد الافريقي وان هو جزء لا يتجزا من فوز الاقجع، فهم لغوا العقوبه تماما. فالكلام ده انت عايزه يبسطك ومتوقع ان هو واقع، فانت بتتشعبط فيه اوهام، انت بتتشعبط في اوهام غير حقيقيه، وبتفسر معنى الخبر تفسير غير سليم. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا عبد موروكو. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا اول تعليق مصري بعد الغاء العقوبه التي تعرض لها وليد الركراكي باربع مقابلات ما غاديش يلعبهم في الكام. وليد الركراكي تلغات العقوبه ولات غير مقابله ما غاديش يلعبها، مع مقابلات موقوفه التنفيذ. صافي راه دوز الاولى مع زامبيا، يعني دابا الغاء صافي ما بقاش عنده اي عقوبه، يعني متاح لنا غادي يكون في مقابلات المصيريه بين جنوب افريقيا يوم الثلاثاء. وكنتمنى من الجمهور الكريم يحضر في هذه المقابله ونشجعوها. سير 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 للشوكه باش نردوا واحد الثأر اللي كان عندنا في 2012. فيديو رائع جدا اصدقائي، الا عجبكم ما تنساوش ديروا لنا الجيم والاشتراك في القناه باش تكبر العائله ديالنا وديما مغرب ولا عزاء عند الحاقدين. سيدي الاتحاد الافريقي لغى عقوبه وليد الركراكي، او مردد على ده ورد على ده، وسيل والله العظيم سيل من الرسائل. هو انا مالي يا جماعه؟ هو انا قريب وليد الركراكي بس اقعد اشرح لهم بالمنطق؟ يجي يقول لك اهو ويا ريت ترد. حاضر يا سيدي، انا هرد لك بكلمتين مختصرين، لان انا مش مستوعب ان محدش فاهم تفسير عقوبه الاتحاد الافريقي الاخيره وتفسير القرار اللي لسه خارج من ساعه، كأن حاجه غريبه. يعني ماذا حدث؟ الاتحاد الافريقي من شويه اعلن الغاء عقوبه وليد الركراكي، وهوب الدنيا اتشقلبت، هوب الحق، هوب فوز الاقجع يحكم، هوب احنا طلعنا فاهمينهم عشان تصدق انك بتطبل لهم، عشان تصدق ما اعرفش ايه، عشان تصدق ان هم بيكولسوا. يا خراب يا جماعه، هو للدرجات دي الامور مش واضحه؟ بجد والله انا مش عارف. ما علينا يعني، وارد تكون مش واضحه، ولكن انا اشك انها مش واضحه، لان الموضوع شرح نفسه. وليد الركراكي بعد الاحداث بتاعت مباراه الكونغو الاتحاد الافريقي نزل عليه عقوبه. حلو الكلام. بايه؟ بمباراتين ايقاف زائد ايه؟ مباراتين كمان ايقاف، ولكن مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه مع ايقاف التنفيذ؟ يعني لو في مخالفه تانية يتحكم، ويبقى ساعتها الماتشين القدام دول اللي واخد ايقاف يبتدوا يظهروا تاني ويتطبقوا. جميل. قامت الجامعه الملكيه لكره القدم الموقره راحت عملت استئناف، بشرح لك واحده واحده اهو. جميل. قام على طول الاتحاد الافريقي تابع الاستئناف، وقام وافق على الاستئناف وخفض العقوبه من مباراتين لمباراه. جميل الكلام. بيقول لك بقى ايه؟ ما احنا فتحنا عينينا لقينا الاتحاد الافريقي لغى العقوبه. ما لغاهاش، ما لغاهاش يا انسان، ما لغاهاش يا بني ادم، ما لغاهاش يا حبيبي، والله كده ما اتلغت. هو لما يتحكم بعقوبه مباراه، يبقى من ماتش المنتخب المغربي اللي فات مع منتخب زامبيا، مين اللي قاده؟ يجي يقول لك وليد الركراكي ما كانش قاعد على الدكه. طب ما انت متابع اهو. يعني اذا وليد الركراكي ما حضرش مباراه المغرب وزامبيا، مش محتاجه، هي مش لوغاريتمات والله، هي شارحه نفسها، ما هو ما حضرش الماتش. يبقى اذا هذه هي المباراه اللي قادها رشيد بن محمود. يبقى الراجل لما جه قاد هذه المباراه ووليد الركراكي ما حضرش هذه المباراه، هي دي العقوبه اللي اتطبقت على وليد الركراكي. عاملين قلق ليه وبتيجي تقولوا الاتحاد الافريقي لغى العقوبه؟ كده ما لغاهاش، هي كده العقوبه تم تنفيذها، ولكن هي الصيغه بتاعت العناوين الاخباريه هي اللي غريبه. يقول لك الاتحاد الافريقي لغى العقوبه وما لغاهاش، هي العقوبه اتطبقت وخلصت. رضخ ليها وليد الركراكي، وهي عقوبه مباراه بعد الاستئناف، وكمان مباراه اخرى مع ايقاف التنفيذ وهي المباراه بتاعت زامبيا. يبقى اذا وليد الركراكي طبق العقوبه ولا ما طبقهاش؟ طب ما انت رديت اهو. يبقى اذا يحضر مباراه البافانا مع جنوب افريقيا ولا ما يحضرش؟ يحضر اهو. امال فيها يا اخوانا يا جماعه؟ عشان المراره تعبانه، والواحد والله انا اضطريت اطلع اقول الفيديو القصير دوت، لاني انا عمال يجي لي رسائل كاني انا اللي منزل العقوبه وكان انا اللي لغيتها. حقيقي والله كان انا اللي لغيتها، ومش هتعرف ترد. انا مالي يا حبيبي؟ انا مالي يا بابا؟ هو انا الاتحاد الافريقي يا ابني؟ وفي نفس الوقت انت جاي انا تقول لي وتهاجمني انا بالكلام الغريب ده، وانت مش فاهم تفسير هذا القرار؟ يعني انت مش فاهم القرار فانت جاي تهاجمني؟ عامه اظن وضحت، اظن وضحت. اسال نفسك سؤالا واحدا: هل وليد الركراكي قاد مباراه زامبيا؟ الاجابه ايه؟ ما قادهاش. يبقى اذا العقوبه اتطبقت، لان العقوبه كانت مباراه ومباراه اخرى مع ايقاف التنفيذ. عرفتوا بقى يا جماعه؟ عرفتوا يا اهل الخير ان احنا غالبا بنقعد نافور ونقعد نخش في نوايا في حاجات غريبه، وتقعد كل شويه انت قاعد مستني طول الوقت حاجه غريبه، وهي ايه؟ انك قاعد مترصد وعايز اي اثبات يريحك نفسيا ومعنويا ان الاتحاد الافريقي جزء لا يتجزا من المملكه المغربيه او الجامعه الملكيه لكره القدم. دي حاجه انت عايزها تريحك، ومستني اي اثبات. انت اللي بتتنشأ على اي اثبات حتى لو كان اثبات وهمي لبعض الناس اللي للاسف بتصدر معلومات مش صحيحه، وبعض المواقع اللي تيجي تقول لك اثبات كولاسه الاتحاد الافريقي وان هو جزء لا يتجزا من فوز الاقجع،
فهم لغوا العقوبه تماما. فالكلام ده انت عايزه يبسطك ومتوقع ان هو واقع، فانت بتتشعبط فيه اوهام، انت بتتشعبط في اوهام غير حقيقيه، وبتفسر معنى الخبر تفسير غير سليم علشان تريح نفسك، ولكن هذا ليس واقع، هذا ليس واقع. وفي النهايه تيجي ايه؟ الاثبات اهو، الاتحاد الافريقي معاه اهو، فوز لقجع اهو، الدنيا اهي. طب انا ممكن اطلع اضحك عليك واقول لك الحقوا يا اهل الخير، فوز لقجع يحكم الاتحاد الافريقي، هتطلع تقول لي برافو عليك، ولكن على ارض الواقع الكلام ده مش حقيقي. فيا اخوانا يا اهل الخير، سهل جدا ان انا اغير المعاني والعب بالمصطلحات، وسهل جدا اديك اللي انت عايز تسمعه، ولكن الاصعب صدقني انك هتزعل مني، اللي هما بينتقدوا انا هتزعل مني، ولكن هتاخد معلومه مؤكده مليار في الميه. النهارده كان في مباراه ما بين الاشقاء، النادي الزمالك المصري وبين فريق الرجاء المغربي. ماتش كان بيتلعب في الامارات، ومباراه كانت رايحه جايه وممتعه جدا. الزمالك اتقدم الشوط الاول 2-0، والرجاء اتعادل الشوط الثاني 2-2، ولعبنا ركلات جزاء والزمالك كسب 4-2. ما تلاقيش اي تجاوز خالص. الرجاء فرقه قويه جدا، والزمالك مش في حالته من اسوأ المواسم اللي لعبها. هتلاقي الدنيا بسيطه كده، وهتلاقي هزار في حدود المعقول. لا هم قالوا اصل التحكيم معاكم واخدين ضربتين جزاء، احنا ما قلناش بقى ايه اصل التحكيم عايز يكسبكم بالعافيه يا مغاربه، عايز التحكيم يكسبكم، ولا شعبطنا في الكلام دوت، ولا بصينا في نظريه المؤامره الكونيه في البطاطس المقليه، ولا شكينا في اي حاجه خالص اطلاقا. وماتش كان جميل وعايزينها تتكرر دايما، ونقعد نحتك كلنا ببعض. امبارح كان معايا اصدقاء من المغرب، استقبلتهم في مصر في ضيافه بلدي، مش في ضيافه اسلام علو، هم بلدهم الاولى كمان مش في بلدهم الثانيه، واستمتعوا. ويا جماعه هي دي الحاجات، لاجل ذلك خلقت كره القدم. انا الناس اللي جم شرفوا مصر دول عارفهم بسبب كره القدم، وده جمالها. ورحنا قعدنا على النيل وشربنا حمص، في ناس بتسميه حلبسه وفي ناس بتسميه حمص. حمص الشام ده عباره كده عن حمص بالشطه، تقعد على النيل، الجو هناك هواء شديد جدا، تشرب الحمص، وقعدنا نتكلم في كل حاجه، اتكلمنا في كل حاجه، حاجات كتير جدا، وكانت قعده جميله مع اختلاف الثقافات، وانتوا بتاكلوا ايه واحنا بنشرب ايه، وهزرنا وخدنا صور تذكاريه. وجابوا لي هم تيشيرت المنتخب المغربي، وانا ما اعرفش جبت لهم تيشيرت المنتخب المصري، وكانت قعده جميله، والناس كانت مبسوطه، وجت ناس اتصورت معانا، وكان في ألفة جميلة، وطلبوا مني رد الزيارة للمغرب، ونقرب ونفرح وننبسط، والشباب كده يقرب من بعضه، ونفرح ان احنا زي ما بيعملوا في الاتحاد الاوروبي، تلاقي كلهم متكاتفين، ما نتكاتف احنا كمان، نقعد نمسك في حاجات خايبه ونضحك علينا الناس. نفسنا يبقى في وسطنا كده دايما قاعده جميله. تخيل لو قاعده فيها مغربي وجزائري وتونسي واماراتي ومش عارف سعودي وفلاني وعلاني، ودايره جميله جدا. هتلاقي كل واحد كده، المغربي لابس القفطان المغربي، والمصري لابس الجلابيه بقى لو هو من الصعيد ولا من الارياف، ولابس ما اعرفش ايه، والتونسي لابس، كل واحد، وتلاقي كل واحد قاعد بثقافته، وكل واحد بخفه دمه، وكل واحد بطريقته. هتلاقي قاعده جميله وتقربنا، ودايما هو ده الرباط اللي احنا عايزينه. لكن احنا دايما كل شويه ماسكين لبعض على الواحده. انا والله العظيم في اللايف حتى اللي طلعته بعد مباراه الرجاء والزمالك، ما حبيتش ان انا حتى، لان انا دلوقتي بدي مثال وعايز اكون سفير لهذا السلام والحب ما بين كل ارجاء الوطن العربي. ما اقدرش ان انا اروح متهكم واقعد احفل، حتى الواحد اتحرج انه يحفل، ولكن انبسطت مع اخواتي الزملكاويه وهزرت، والرجاويين ما زعلوش. جيت قلت لهم انتوا ليه نكشتونا، احنا جامدين، لما نحب نفوق بنفوق. ضحكوا وعارفين ان ده الهزار والتهريج، ولكن ما اقعدش كل شويه اقول لك كولسه كولسه، روح بصوا للاتحاد في حاجات غريبه. انا اسف لو طولت، ولكن ادي ده شرح للي حصل. اخوات المغاربه يشرفوا وينوروا بلدهم التانية مصر في اي وقت، اشيلهم على دماغي من فوق، واي حد من اخواتنا العرب اشيلهم على دماغي والله ايا كان هو مين. ولكن يا ريت يا جماعه نسلك الدنيا لبعضها، دي كوره في الاخر، الموضوع مش مستاهل. تحياتي ليكم، اشوفكم في فيديو اخر، السلام عليكم. شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة الفيديو، كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. وراه تغلبت الجزائر، وراه خرجت الجزائر، وتهنينا من كلمات المروك والمؤامرة من الكان. يعني دابا ما كاين لك غير غادي يوليو مشجعين للأفارقة، مشجعين لزامبيا وكوت ديفوار وتنزانيا وليت نهضر سميتو بالموريتانيا، لقيت فرحوني موريتانيا البارح. والله ما نعست الاخوان، والله ما نعست بالفرحه ديالتي، حقاش تغلبوا وبغيتها فيهم يوميا من الماتش ديال الاول ديال انغولا فاش تعادلوا. قال لك المروك وهو مؤامره ديال القجع وديال الفيفا، وزيد لها ديال السيد ديك عمروش ديال تنزانيا اللي قال لك نظريات المؤامره والمغرب قوه ضاربه، وزيد لها حتى الماتش ديال سميتو اللي لعبوا ديال بوركينا. مالهم عباد الله هادو ما فرقا ما والو، في اللي جات يلصقوا ليها المشاكل، اللي جات يلصقوا ليها المشاكل. الاخر طلعت انغولا هي الاولى، بوركينا فاسو الثانيه، وحبيبتي موريتانيا الثانيه، الثالثه الثالثه بثلاث نقاط. تبارك الله على الموريتانيين، عطاو السلخان للجزائريين وداروا اول، الا عرفتوا اصدقائي انها اول مقابله تتربح فيها موريتانيا في النهائيات ديال الكان هي على الجزائر. عمو تاع العدو
سميتو يعني الجزائر ولات تعطي الفوز للفرق الاخرى. الكرم منها، الكرم الجود والكرم. لقاش اللي حاضي الناس حضي راسك اصاحبي. الجزائريين حضيو راسكم، نتوما حاضين ليا المغرب، حاضين ليا الامارات، حاضين ليا الكاف المؤامره. صافي الدماغ ديالك يبقى لك في هذاك الشيء، ما غدير والو. هادشي اللي وقع لهم. جمال بالماضي راه ما عنده ما يدير لي. ايوا في اخر الدكه راه هو اللي خصو يدي، خصنا نعطيوه احسن لاعب في الكان ديال كوت ديفوار، نعطيوه الفخر الدكه ديالنا رياض محرز. فيديو رائع جدا اصدقائي. ما تنساوش انكم تدعمونا وتكبروا لاشين ديالنا، لحقاش راه كنتعرضوا لهم، كيتعرضوا لنا هاد الكراغينا بيزلايك وسميتو. مي ماشي مشكل، فرحنا الليله وربي كبير، وحنا اصلا طالعين يعني عاودوا راسهم يقوسوا الداعيه.